أنواع الجير بوكسات كتير، كل نوع ليه تروس معينة وطريقة تركيب معينة وحجم معين، وكل نوع ليه زيت خاص بيه على حسب التطبيق بتاعك. والزيت نفسه جوه الجير بوكس بيكون كمية محددة وليه ليفل معين. لو زادت عنها الأويل سيل يضرب والزيت يتسرب، ولو قليت عنها الحرارة والتآكل هيزيدوا جوه الجير بوكس، وبالتالي مكونات الجير بوكس هتتلف في أقرب وقت. وهنا بتيجي أهمية تحديد الزيت وكميته صح للجير بوكس. طيب ازاي؟ كل جير بوكس بيكون عليه حاجة اسمها النيم بليت. المصنع حاططها لك على جسم الجير بوكس من بره وكاتب لك شوية معلومات بتوصف لك الجير بوكس. فعندنا نيم بليت بالشكل ده لشركة بونينج، ودي تعتبر لما معظم المعلومات اللي بتكون على الجير بوكسات، ولكن بتختلف من شركة للتانية. هتلاقي أول حاجة بيكون مكتوب النوع، وده بيوضح لك موديل الجير بوكس أو السلسلة اللي بينتمي ليها، زي مثلا HP 100. بعد كده بيكون في سرعة الخرج أو ال N2، ودي السرعة اللي بيلف بيها العمود الخارجي بوحدة ال RPM، زي مثلا 50 RPM، يعني هيطلع لي 50 لفة في الدقيقة. بعدها بيجي قدرة الإدخال أو ال B1، اللي هي القدرة اللي المحرك بيدخلها للجير بوكس بالكيلو وات، ممكن تكون مثلا 15 كيلو وات. كمان مكتوب الجير بوكس ده هيديني عزم كام واللي بوحدة نيوتن متر، وممكن يبقى مثلا 1500 نيوتن في متر. كمان في سرعة الإدخال أو ال N1، ودي السرعة اللي بيلف بيها عمود الموتور اللي متوصل بيه الجير بوكس، وبتتقاس برضه بوحدة ال RPM، زي مثلا 1450 RPM. بعد كده بيكون مكتوب نسبة التخفيض، اللي هي النسبة بين سرعة الإدخال وسرعة الخرج، وهنا هتكون 29:1. وفي خانة الأويل أو الزيت، ودي بقى بتوضح نوع أو درجة لزوجة الزيت أو الشحم اللي لازم يتعبى في الجير بوكس. فهتلاقيه كاتب لك مثلا ايزو في جي 220، وهنا هتلاقيه كاتب لك وزن الجير بوكس كام بالكيلو جرام، ممكن يبقى مثلا 85 كيلو جرام، وهنا الرقم التسلسلي أو النمبر الخاص بالجير بوكس، وآخر حاجة بيكون مكتوب تاريخ التصنيع. طيب احنا كده عرفنا نوع الزيت المناسب للجير بوكس. هل هقف هنا؟ لا، انا لازم ادخل الكتالوج الخاص بالجير بوكس عشان اعرف معلومات اكتر، زي انه بيقولك قبل ما تحدد كمية الزيت اللي هتحطها شوف لي الاول انت مركب الجير بوكس بوضعية عاملة ازاي، لان مع اختلاف الوضعية كمية الزيت بتتغير. زي الجير بوكس الدودة، انت في اوقات الدودة بتكون هي اللي فوق واوقات بتكون هي اللي تحت، وفي كل حالة بتختلف كمية الزيت الخاصة بالجير بوكس، وهتلاقيه كاتب لك الوضعية بتاعتك كذا، تبقى هتحط كمية زيت كذا، وبكون محدد لك اذا كانت بالكيلو او اللتر. وبيكون موفر لك برضو انواع الزيوت المناسبة على حسب درجة الحرارة اللي هتشغل عندها. فلو هتشغل عند درجة حرارة مثلا ما بين -20 ل 40 درجة، ونوع الجير بوكس بتاعك C31 مثلا، فانسب نوع زيت هو ال VG 220. طيب هل هنقف عند كده برضو؟ لا، ده احنا برضو بعد ما عرفنا نوع الزيت اللي هنستخدمه هدخل على الكتالوج الخاص بالزيت عشان نعرف تفاصيل اكتر عنه، وناخد بالنا من التحذيرات اللي بيعرفنا بيها المصنع، زي مقدار تأثره باختلاف الحرارة، لان لما درجة الحرارة تزيد اللزوجة بتقل، وبالتالي لازم نحدد ايه الليميتس الخاصة بدرجات الحرارة للزيت. وهتلاقيه ذاكر لك الفيسكوستي اندكس او مؤشر اللزوجة، وده بيساعدنا نفهم ازاي الزيت هيتصرف في حالات درجات الحرارة المتغيرة. فلو مؤشر اللزوجة عالي للزيت ده معناه ان لزوجة الزيت ما بتتغيرش كتير لما الحرارة ترتفع او تنخفض. لو مؤشر اللزوجة منخفض ده معناه ان لزوجة الزيت بتتغير بشكل كبير مع تغير درجات الحرارة. بعد كده بيقولك الدنسيتي او الكثافة بتاعة الزيت عند درجة حرارة 15 درجة، وهنا بيقول لنا وزن الزيت لكل متر مكعب عند درجة حرارة 15. فكل ما الكثافة كانت اعلى الزيت هيكون تقيل اكتر. طيب ايه الكالر اندكس او مؤشر اللون ده؟ ده مقياس لون الزيت. لو الرقم صغير اللون هيكون فاتح، اما لو الرقم كبير الزيت هيبقى اغمق شوية. بعد كده بيقول لك الفلاش بوينت او درجة الوميض، ودي اقل درجة حرارة يقدر الزيت يتبخر عندها ويعمل خليط ممكن يشتعل. فكل ما درجة الوميض كانت عالية الزيت هيكون اكثر امان في الشغل عند درجات الحرارة العالية. بعد كده بيقول لك البور بوينت او نقطة السكب، دي اقل درجة حرارة الزيت يقدر يتدفق عندها، يعني لو رقم البور بوينت قليل الزيت هينفع يشتغل في الجو البارد. بعد كده في حاجة اسمها نيوتراليزيشن نمبر او رقم المعادلة، وده بيعبر عن قلوية او حمضية الزيت، وبيقيسه بوحدة ال MgKOH على الجرام. لو الرقم كبير ده معناه ان الزيت فيه مواد حمضية اكتر، وده ممكن يسبب تآكل. وبعد كده بيقول لك احنا عملنا اختبارات على انواع الزيوت دي عشان نشوف بتتحمل ضغوط ولا لا، ومقاومتها قد ايه ضد التآكل.
فطبيعي تكون الارقام كويسة، لان ما ينفعش يخترعوا زيت يضر لي الماكينة اصلا. طيب بعد كل ده لو انا جيت لقيت الجير بوكس النيم بليد بتاعته ممسوحة او مش موجود وملوش كتالوج، ازاي احدد مستوى او حجم الزيت جوه الجير بوكس؟ ده موضوع تاني خالص واتكلمنا عنه في كورس هندسة المكونات الميكانيكية.